جبت لك لانش بوكس جديد. ليه؟ ده حلو قوي. وايه الكيس ده؟ الكيس ده بتاع ايه ده؟ ده بس يا الله. مجموعة علابي صغيرة الله ومعاهم كمان تحفة. بص بقى والله العظيم شكلهم حلو فشخ. المعلقة والشوكة بتاعتهم. ما تقوليش بقى ده بيحافظ على الحرارة والحاجات دي. على الحرارة حركة يا بقى. واد. احنا كده نحب نحتفل بأتفه الامور، حتى لو مجرد لانش بوكس جديد دخل بيتنا نحتفل بيه. ده يوم في حياه بنت متجوزه وما عندهاش شغله ولا مشغله غير بيتها، وده فلوج 2/12. صحيت على طول عملت الاستاذ شهاب اللانش بوكس بتاعه، كان نفسه في كشري فعملته له وحطيت له كمان رمان. وقبل ما نبدا اليوم تعالوا اوريكم المجات التحفه اللي انا جبتها. جبت كل المجات الخطيره دي، بجد ماتريال تحفه، اسعار فظيعه، البنت ذوق جدا، كل حاجه عندها تجنن، وعندها اشكال احلى من دي بكتير قوي. وجبت كمان من عندها اللانش بوكس بتاع شهاب، وكمان هو بيدخل الميكرويف وبيدخل الديش ووشر، فمفيش فيه اي مشكله. لو انت عروسه او بتحبي تغيري كتير بجد كلميها، الحاجه عندها فظيعه. هسيب لكم الاكونت بتاعها تحت، على الاقل ادخلوا اتفرجوا، خدوا فكره واشتروا بكره. الاستاذ شهاب بقى نزل راح الشغل، وصرت وحدي حزينه محطمه الخطوات. دخلت عشان ارتب الصاله، هي ما كانش فيها كركبه قوي لان انا امبارح عجنت الشقه معاكم، فرتبت بس الحاجات كده المكركبه، وبخرت الصاله لان امبارح كان المفروض ابخر اصلا وما كانش فيه بخور، فالنهارده بخرت الصاله ودخلت الاوضه رتبت الحاجات اللي كانت فيها، ورجعت الهدوم اللي مش في مكانها، ودخلت المطبخ كان في شويه مواعين صغيره حطيتهم في غساله الاطباق، وفضيت انا صفايه المواعين وعطرته، والحمد لله بقت ريحته زي الفل. امبارح بقى من المنظفات الكتير اللي استخدمتها صوابعي اتبهدلت بسبب الاكزيما اللي عندي، فانا بستخدم مومنتا كريم وبعدين بنسينول بيجيبوا من الاخر. والميه دي يا جماعه معفنه كده بسبب الفراوله، بجد لازم تغسلوا الفراوله كويس، بغسلها في ميه وملح وخل وما تخافوش طعمها مش بيتغير. بعد كده بصفيها واشطفها واعينها في التلاجة. وعملت بقى احلى كيك ممكن تدوقوها بالفراوله بجد. لو عايزين الطريقه قولوا لي وانا هنزلها لكم في فيديو بكره. بصوا الجمال والحلاوه والطعمه. طبقت كمان شويه غسيل كانوا عندي، وبعدين جيت اعمل محشي. بجد الكرنبايه المفروض ان هي نظيفه جدا من بره بس من جوه بالمنظر ده، فمش عارفه هل في حيوان في الشارع مثلا بياكل الكرنب وكده ولا ارميها في الزباله عشان بس ما يكونش حرام. وبعدين للغدا هعمل بقى بطاطس وخلاص، تنيت بطاطس النهارده. ولو وصلت لهنا فيا رب شعركم يطول ويتقل، اشوفكم في يوم جديد. باي.